من الناصرة الدكتور حنا سويد عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. سيد سويد، السيد كوهن قال للتو أن المسألة ليست مسألة عنصرية، المسألة هي مسألة قانون. إسرائيل تريد تسوية الأوضاع، هؤلاء لا يملكون سندات تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي وتريد هي إسكانهم في مناطق نموذجية تتوفر فيها الخدمات. ما رأيك؟ يعني يجب التنويه هنا إلى أن هذه البيوت وهذه العشائر العربية البدوية تسكن في هذه المناطق وعلى أراضيها قبل قيام دولة إسرائيل أصلا. فيعني المنطق يقول أن القانون الإسرائيلي يجب أن لا ينطبق فيما يتعلق بقضايا التنظيم والبناء على هذه القرى، أو في أحسن الأحوال أن يتماشى القانون الإسرائيلي مع الوقائع التي تقوم على الأرض. اليوم كنا في قرية العراقيب، هناك مقبرة بجانب البيوت التي تم هدمها. يعود تاريخ هذه المقبرة إلى مئات السنين، وهي مقبرة كبيرة، وهي تدل وهي شاهد على أن هذه القرية كانت قائمة وفيها سكان كثيرون قبل قيام دولة إسرائيل. فالسلطات الإسرائيلية يجب أن تتخلى عن هذا التوجه تجاه المواطنين العرب في البدو. ولكن في منطقة النقب كل قضية تقسيم الأراضي. نعم دكتور سويد، لماذا اليوم يثار هذا الموضوع؟ ولماذا اليوم تتذكرون هذه المقبرة؟ ما دامت هذه المقبرة موجودة منذ مئات السنين، لماذا فشل هؤلاء في إثبات ملكيتهم لتلك الأراضي كما تدعي دولة إسرائيل؟ هذه هي القضية، وهذا هو الجانب العنصري في الموضوع. الأهالي هناك في قرية العراقيب وفي حوالي 40 إلى 50 قرية أخرى صامدون على أرضهم ويعيشون في أرضهم، وورثوا هذه الأراضي عن آبائهم وعن أجدادهم، وهم يطالبون الحكومة الإسرائيلية منذ قيام دولة إسرائيل بالاعتراف بوضعهم وبتقديم الخدمات. يجب أن نذكر أن هذه القرى تعيش شظف العيش، الوضع فيها أسوأ حتى من مخيمات اللاجئين. لا توجد مياه، لا توجد كهرباء، لا توجد مدارس ولا مستوصفات صحية. هؤلاء الناس يؤمنون تماما بملكيتهم على أرضهم وحقهم على أرضهم وبحقهم بالحياة على هذه الأرض، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتعامل مع هذا الموضوع بشكل إنساني وأن تقر بهذه الحقوق، ولا أن تتعامل مع هؤلاء المواطنين كأعداء. ما جرى اليوم في قرية العراقيب لا يمكن أن يتصور الإنسان أن دولة تتعامل مع مواطنيها كأعداء بهذا الشكل، وأن تقوم بجر حملة عسكرية بمئات بل آلاف المجندين وهدم هذه البيوت على رؤوس أصحابها. سيد كوهن، هل إسرائيل تعترف بهؤلاء البدو كمواطنين إسرائيليين على أراضيها؟ لماذا تشن هذه الحرب عليهم كما قال الدكتور سويد؟ هي ليست مسألة حرب، والمواطنون البدو هم مواطنون لهم الحق ويجب التعامل معهم بكل معاني الإنسانية لمراعاة ظروفهم والنهوض بحياتهم. وأين الإنسانية فيما تم وأين الإنسانية فيما تم تنفيذه؟ يعني لو تشرح لي أين هو الجانب الإنساني فيما تم فعله؟ نعم أنا جاي لحضرتك. المسألة هي تنفيذ القانون، فإذا أردت تنفيذ القانون هذا هو الثمن الذي يجب أن يدفعه الجميع. أنت تضع اليد على أراضي لا تمتلكها، فبالتالي هناك قانون يجب تنفيذه. نعود إلى نقطة وضع اليد دكتور سويد، نعود إلى نقطة وضع اليد والقانون الإسرائيلي. هنا يبدو أن سكان هذه المنطقة هم في حلقة مفرغة، يعني كيف سيتمكنون من تسوية هذه المسألة، من حل هذه القضية، إذا ما كنا دائما نعود إلى مسألة الوثائق؟ يا سيدتي، قبل حوالي أسبوع أقرت الكنيست قانون. هذا القانون يتعلق بما يسمى مستوطنات الأفراد، وهي مستوطنات لعائلة واحدة، عائلة يهودية واحدة تعطيها الدولة المئات من الدنومات لتقوم ببناء بيتها وبناء مصلحة تجارية عليها. هؤلاء المستوطنون قاموا بمخالفات، قامت الدولة بنفسها بتقديم البعض منهم للمحكمة، فجاءت الكنيست وشرعت قانون
يحمي هؤلاء المستوطنين نهائيا من أي تبعة للمخالفات التي اتهمتهم بها الحكومة الإسرائيلية نفسها. هذا هو الكيل بمكيالين، هذا هو التعامل بشكل مميز، بشكل يتغاضى ويتعامى ويصم الآذان عن مطالب المواطنين البدو الذين لا يشك أي أحد في أنهم كانوا وعاشوا في هذه البلاد، في هذه المنطقة، في صحراء النقب قبل قيام دولة إسرائيل. قبل قيام دولة إسرائيل لم يكن هناك تقسيم لأراضي النقب نهائيا، ولذلك لم يهتم هؤلاء السكان ولم يهتم الانتداب البريطاني بإعطائهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم على الأراضي، بينما إنما الانتداب البريطاني أعطى لهذه القبائل أن تعيش في الصحراء، في صحراء النقب، وأن تعاني من شظف العيش هناك. فلذلك هذا الادعاء الآن هو ادعاء ممجوج وادعاء غير عادل، وهو ينتهك كل الحقوق الأساسية لهؤلاء المواطنين. ولذلك نحن يعني نقول بأن هذا التعامل وهذا التوجه هو أصله واحد، وهو النية بالتنكر لحقوق البدو على أراضيهم في النقب. شكرا لك دكتور حنا سويد من الناصرة. أشكرك أيضا مائير كوهين من القدس.